السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن الفرق بين 3 كلمات معناهم سجادة، هي كلمة مات وكلمة رج وكلمة كاربت. تعالوا نشوف مع بعض كده ايه الفرق بين التلاتة. أول كلمة عندنا هي كلمة مات، ودي ممكن نقول عليها دواسة، عبارة عن سجادة خشنة شوية بنحطها قدام باب البيت أو باب الحمام، وبنستخدمها عشان نمسح رجلينا أو ننشف رجلينا، فاسمها مات. طيب بالنسبة للكلمة التانية اللي هي كلمة رج، طبعا دي بتبقى سجادة أكبر شوية، ممكن يكون طولها ما يتعداش ال2 متر، بتحط بين أطقم الأنتريه وأطقم شباب اللي هي الصالون، يعني منظر جمالي، وممكن نلاقيها كمان موجودة على الحائط. طيب عندنا كمان كلمة برضو اسمها prayer rug. prayer rug، طبعا prayer rug اللي هي سجادة الصلاة، لما بنيجي نصلي بنستخدم السجادة اللي بنصلي عليها اللي هي اسمها prayer rug. طيب يا مستر، لو أنا عندي بقى أوضة كبيرة جدا وهحتاج سجادة كبيرة 3 متر 4 متر 5 متر، اللي هي السجادة اللي بتغطي الأوضة بالكامل، طبعا ديت السجادة اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي اسمها كاربت. كاربت، وديت طبعا السجادة الأكبر. يا رب تكونوا استفدتوا. مع السلامة.